كلهم اتقتلوا بنفس الطريقه. في 2005 في امريكا بيوصل بلاغ من سيده بتستنجد بالشرطه: الحقوني جوزي قافل على نفسه بقاله يومين وما بيردش. اسمك ايه يا ست؟ اسمي ستيسي. عنوانك فين؟ واتحركت الشرطه عشان خاطر تلاقي الست منهاره. نادوا على جوزها وخبطوا على الباب، ما ردش، كسروا الباب. ومن اللحظه دي ما كانش حد عارف ان هتتفتح اكتر من قضيه قديم وجديد، وهتكون سبب في ان في حد معين هيتشلح. الشرطه لقت ديفيد جوز ستيسي نايم عريان وميت وجنبه كاس فيه ماده خضراء كده. تبين فيما بعد ان الماده دي متعدده الاستخدامات، بس لو حد شربها هتجيله سكته قلبيه. من اول وهله واضح جدا ان ده انتحار. بعد دخول الشرطه ستيسي شافت المنظر وانهارت اكتر واتصلت ببناتها بيري واشلي. بالمناسبه بيري واشلي دول بناتها هي بس، مش بنات جوزها ديفيد. الشرطه قفلت التحقيق على انه انتحار، بس والد ووالده ديفيد اكدوا ان دي مش طبيعه ابنهم، مفيش اي سبب يخليه ينتحر. الشرطه شكت في انتحار ديفيد لان كل الاسباب فعلا بتقول ان الشخص ده استحاله ينتحر. ديفيد رجل اعمال ناجح، عنده ممتلكات وحياته مستقره، كل اللي يعرفه عارف انه شخص طموح، يبقى هينتحر ليه؟ ايه السبب؟ بس لو تفتكر برضه الشرطه قدامها صعوبه تانية، وهي ان ديفيد لما مات كان قافل على نفسه الباب من جوه، يبقى ازاي مش انتحار؟ بوم، بعد يومين لقوا تحليل البصمات على الكوبايه اللي كانت جنب ديفيد لما مات عليها بصمات ستيسي، بس ديفيد ما لمسش الكوبايه اصلا. هنا الشرطه قالت لستيسي تعالي بقى نركز معاكي، وبداوا يركزوا معاها من زمان قوي، من 1985. ستيسي في الوقت ده كانت بنت جميله عندها 17 سنه، اتعرف على مايكل جوزها الاولاني وهيتجوزوا بعدها ب3 سنين وهيجيبوا بنتين هما بيري واشلي. خلال الجواز حصلت مشاكل. مايكل على طول صحته كانت في النازل، كان بيجيله وعكات صحيه، لكن محدش ابدا فسر سبب الوعكات الصحيه دي، عشان في 1999 اشلي تخش تلاقي باباها متوفي بالسكته القلبيه. وقتها الشرطه طلبت من ستيسي انها توافق على التشريح، لكنها رفضت وقالت هو كده كان عيان يعني. بعد ما المحققين وصلوا للمعلومات دي قرروا يخرجوا جثه زوج ستيسي الاول مايكل ويشرحوها. التشريح يقول ان جثه مايكل فيها نفس الماده الخضراء اللي مات بيها زوج ستيسي الثاني ديفيد، اللي بتسبب برضه السكته القلبيه. قبل ما الشرطه تقرر تقبض على ستيسي جالهم بلاغ من ستيسي نفسها وهي منهاره وبتستنجد تاني، لا تالت. وملخص البلاغ: الحقوني بنتي اشلي ماتت. توصل الشرطه لبيت ستيسي عشان تلاقي اشلي مرميه على السرير جنبها علبتين مهدئ فاضيين. لما جت الاسعاف عشان خاطر تسعف اشلي وقع من جيبها ورقه صدمت كل الموجودين. الورقه كان مكتوب فيها: انا اشلي، انا اسفه، انا قتلت ديفيد، انا قتلت بابايا مايكل. الورقه دي كان شرح طويل مفصل لازاي هي قتلت الاثنين وقد ايه هي ندمانه ولذلك انتحرت. كده كل التفاصيل بانت، الجاني اعترف وكمان انتحر. لكن القدر كان ليه رأي تاني. اشلي قلبها لسه بيدق والدكاترة نجحوا في انعاشها. فقت اشلي وكل اللي حواليها بيبصوا لها بغضب، اكيد يعني لازم يكونوا زعلانين منها، يعني دي قتلة اتنين. والمحققين خدوا اقوالها وقالت انها ما عملتش اي حاجة من ده، عشان تكتشف الشرطة ان العقل المدبر لكل ده هو ستيسي، وان ستيسي هي القاتلة. مواجهة ستيسي اعترفت بدم بارد وبدون انهيار، كل الانهيار اللي كان فات ده يا معلم كان كذب، كان تمثيل يعني. قالت انها كانت بتقتل ازواجها عشان خاطر تورثهم، وبالفعل هي ورثت من مايكل $55,000. اما ديفيد فكان عنده املاك كتير جدا، مش عارفين هي لسه بكام يعني، بس كانت هتورثه برضه، كانت هتاخد حاجات كتير. كان في 2009 يتحكم على ستيسي ب51 سنة بدون إفراج مشروط، يعني هتفضل طول عمرها في السجن لحد ما تموت. ازاي الإنسان يكون طماع بالشكل ده؟ كلنا شفنا طماعين، لكن هل يوصل الطمع إلى إن زوجة تقتل زوجها عشان الفلوس وتقتل بنتها وتضمن لنفسها الحرية والفلوس؟